بما أنه اليوتيوبيين خلصوا زواج والعاصفة الزواجية هدأت، صار لازم نقيم زواج اليوتيوبيين. خلاص صار لازم نعطي كل ذو حق حقه، وراح نقيم تقييم سليم 100%، تقييم يرضي ضمائرنا، وبالحق كل واحد راح ياخد حقه. طبعا القائمة راح يكون بها ممتاز واللي هي أعلى مرتبة، وبعدين جيد جدا، تصريفة جيد جدا يعني تصريفة، والجيد جدا يعني أقل من الممتاز بمراحل، وضعيف. خلاص التقييم يكون جدي 100%، ما فيه يما ارحميني. خلاص التقييم إما ممتاز أو ضعيف، خلاص ما بحل من الاثنين. ولو تسأل حالك وتقول إنه ليش ما حطيت وسط، الوسط هو نفسه الضعيف بس مع المجاملة يصير اسمه وسط، ولكن عندي أنا ما بمجاملة أبدا. خلاص بننهي الموضوع. أول عرس راح نبدأ به هو عرس نور ستار. ولو تقول لحالك إنه ليش مسميها نور ستار، لأنه ببساطة اسمها نور ستار. شوف لاحظ الاسم نور ستار، ولو طلعت أنا الغلطان ومخربط وعندي خطأ إملائي بالقراءة، مع ذلك راح يكون اسمها نور ستار عندي. خلاص لأنه ممكن يكون الخطأ من عندي، لأني كنت ضعيف جدا باللغة العربية ولما كنت بالمدرسة ما أفلحت غير بمادة الإنجليزي، والسبب أنه معلمة الإنجليزي كانت مزة بكل ما تحتوي الكلمة من معنى، إنسانة حلوة، فجمالها كان يلهمني ويخليني أفلح فلاحة باللغة الإنجليزية. وتعلمت منها 3 كلمات very good و sit down و beautiful، هذن ال3 كلمات اللي أفلحت بهم بالإنجليزي. كانت المعلمة إذا تدخل على الصف وتقولنا how are you أقولها you beautiful، ما أعرف أبدا أروح ولا يمين ولا يسار، مباشرة أدخل بالموضوع. حلبت كلمة يو بيوتيفول حلب. بس مع الأسف لما كبرت شوي اكتشفت أنه معلمة الإنجليزي اللي كنت أحبها طلعت متزوجة مع الأسف، فعلى آثار هذا السبب تركت المدرسة مع الأسف الشديد. خلونا نرجع بموضوعنا. خلاص خذانا الحديث ورجعتوني لأيام الماضي الجميل، نرجع لموضوعنا. حفلة زواج نور ستار. جوجل، هل نور ستار تزوجت ولا بس خطبة؟ اعتذر نور ستار هذا كل الموضوع اللي صار خطبة، لسه ما تزوجت. انا نسيت من كتر الاعراس اللي صارت على السوشيال ميديا، عقلي صار يخربط، ما عاد اميز بين الخطبة والعرس. بس ولكن مو مشكلة، راح ندمجها مع اللي تزوجوا لانه خلص هي قضت اكثر من نصف المشوار. حفلة نور ستار راح نحطها بالممتاز على طول. نعم الان نور ستار تقدر تعيش وهي مرتاحة، حطيتها بخانة الممتازين. الحفلة للأمانة كانت حفلة حلوة، والنور ستار جابت 3 مطربين كاملين، 3 مطربين ما خلت حدا للعرس، هذا كله خطبة. 3 مطربين دفعة واحدة ما خلت شيء للعرس أبدا. طبعا الله يتمم لهم على خير جميعا، والله يرزقهم المال والعيال، ولا بس العيال، المال موجود. شوفوا وجه نور ستار مبين عليها انها انسانة زنقيلة 100%. وبالنهاية حفلة نور ستار كانت حفلة مميزة وحلوة، والأجواء والفعاليات اللي بها أجواء عراقية بحت وأجواء جميلة. واللي أضاف اللمسة الجميلة أكثر على الحفلة هو حسام الرسام. نور ستار جايبة 3 مطربين دفعة واحدة، وهذا كله بالخطبة. إيش خلت للعرس؟ شوفوا بس للأمانة اليوتيوبيين بشكل عام زودوها شوي، يعني كان الواحد يكتفي بوردة حمراء وشايل معاه خاتم ويروح لبيت الإنسانة ويطلبها وياخذ معاه صفة حلو صغير وخلصت الأمور. حاليا يستأجرون مدينة كاملة مشان يعلنون الخطبة. ليش الإبدار فتحتوا على الناس أبواب ما تسكر؟ نور ستار بحفلة خطوبتها استأجرت برج خليفة كامل إلا شوي. نارين بيوتي واستأجروا مدينة كاملة مشان يعلنون الختمة والزواج. أخت نارين بيوتي أخذوا قلعة مدري إيش مشان يعلنون عن الموضوع وكبلوا. كبرتوا الأمور زيادة عن اللزوم. اللي بعده عرس نارين بيوتي بخانة الممتازين على طول. نعم الآن نارين بيوتي تقدر تعيش بسلام لأن حطيتها بخانة الممتازين. بس طبعا هاي الحفلات يعني في عليها ملاحظات، مثل حفلة نور ستار. بعد البحوثات اكتشفت انه حفلة نور ستار ما فيها اكل. شلون حفل زواج ما في اكل؟ وحفل نارين بيوتي كذلك ايضا
كان حفل جميل، بس ولكن شوفوا لي على وجه الزوج نارين بيوتي، سيماهم بوجوههم باين على وجه هذا الإنسان إنه مو بس زنجيل، زنجيل برو ماكس، جايب جزيرة كاملة مشان العرس، وجايبين قالب كيك أطول من برج خليفة. أنا أكبر إنجاز أقدر أسويه بعرسي هو إني أجيب قالب كيك يتكون من طابقين. شوفوا لي، في مثل يقول فرجيني أصحابك أفرجيك من تكون مدري إيش. نهاية الأشياء، شوفوا لي أصحاب زوج نارين بيوتي كلهم زناقيل باين على وجوههم، بنوق متحركة، الزنجيل يبين من مشيته، خلاص ما فيها كلام. الآن نارين بيوتي تقدر تعيش بأمان، خلاص كل شيء تمام بحفلته، وأيضا حفلتها حفلة جميلة كانت، بس ولكن ما كان في داعي للجزيرة. والآن وأخيرا حفلة أختها لنارين بيوتي، حفلة شيرين بيوتي وأوسي، نحطها بالجيد جدا. نعم تصريفه. أيضا الحفلة كانت أجواءها جميلة، بس ولكن أسامة مروة عليه ملاحظات، ما عم يرقص. هذا الشيء اللي عم يسويه أبدا مو رقصة، عم يسوي حركات ما لها ولا أي تفسير علمي. لازم يتحرك ويسوي أجواء ويسوي حركات. شوفوا حركات برهم مع الراوي، متحمس على العرس أكثر من أصحاب العرس. وهذا الإنسان أنا شخصيا فقدت الأمل منه، شغلته بالحياة يحضر أعراس بس. شوفوا الرقصة، ما انها رقصة أبدا، عم يسوي حركات أبدا مو ظابطة أبدا. الحركات اللي عم تطلع بوجهه عم يسويها مباشرة. بعدين شوفوا فستان العرس خربان من ورا وما هم منتبهين عليه. أمزح، أعرف إنه موديل، بس ما في موديل بهذا الشكل. طيب اللي صار إنه خلصنا الفيديو ما حطينا حدا بخانة الضعيف. إيش فيديو مجاملة ولا إيش؟ حرفيا ما في مجاملة. الحفلات كلها كانت حفلات جميلة، وندعي لهم انه الله يهنيهم ويرزقهم بالذرية الصالحة والحياة جميلة. اما المال موجود، جميعهم زناقيل، جميعهم حفلاتهم كانت جميلة، بس ولكن حفلة شيرين وأسامة حطيناها بخانة الجيد جدا. والتصريفة اللي خرب الموضوع هو أسامة مروة، عم يسوي حركات غريبة مو مفهومة، فحطيناهم بخانة الجيد جدا. وحاليا وصلنا لنهاية الفيديو. حدا يستأجر برج خليفة مشان يسوي خطبة؟ نور ستار استأجرت برج خليفة مشان تسوي حفلة الخطبة. حسبي الله ونعم الوكيل. زوج نارين بيوتي جايب جزيرة كاملة مشان العرس. إنا لله وإنا إليه راجعون. وشغلة ثانية قبل ما ننهي هذا الفيديو، الإنسان هذا مهم بالأعراس، يعني أي مشهور بده يسوي عرس من اليوم ورايح لازم هذا الإنسان يحضر قبل العريس نفسه. الإنسان هذا عنصر مهم بالأعراس.